كريم كان بيذاكر وهو بيعيط، مش مجازاً، لا، دموع حقيقية بتنزل على الورق، وهو مش قادر يحل مسألة واحدة، مش لأنه غبي، بس لأنه خلاص فقد الأمل، وكان فاكر إن مفيش حد حاسس بيه. كريم طالب في ثالثة ثانوي، عايش في بيت بسيط، أخوه الكبير دخل هندسة، والكل منتظر منه يبقى الأفضل. بس كريم كل يوم بيصحى على نفس السؤال في البيت: ذاكرت قد إيه؟ وفي المدرسة الكل بيقارن الكشوف، ده جاب كام؟ ده الأول. بس كريم جواه صراع تاني، بيذاكر بس مش شايف نتيجة، بيركز بس بينسى بسرعة. الجملة دي رنت في دماغه، خلته يصدق إنه يقدر يبني يغير. بيسأل نفسه كل يوم: هو أنا كده فاشل؟ في يوم كريم دخل الامتحان التجريبي، شاف أول سؤال وسرح، الثاني مش فاكر الإجابة، الثالث حس إنه ولا حاجة. خرج من اللجنة وهو بيضحك ضحكة من اللي بتوجع. رجع البيت، قفل الباب على نفسه وقعد يبكي بالساعات. لما تبقى عايز حاجة بصدق، الكون كله بيتآمر علشان يساعدك. وقف عند الجملة، ما فهمهاش بس حس بيها ساعتها. قال لنفسه: أنا هقوم حتى لو مش ضامن النتيجة، بس مش هسيب نفسي. من تاني يوم بدأ كريم يذاكر بشكل مختلف، قسم اليوم لمهام صغيرة، استخدم مؤقت 25 دقيقة، بطل يقارن نفسه بحد، بدأ يكافئ نفسه على أي إنجاز صغير. والأول مرة بقي ينام وهو راضي عن نفسه. كان بيوقع، أيوة، بس المرة دي كان بيقوم كل مرة أسرع من اللي قبلها. كريم ما جابش طب، بس جاب اللي يرضيه، ودخل كلية كويسة، وبدأ يشتغل على نفسه، اتعلم تصميم، فتح صفحة، بقى عنده مصدر دخل، وبقى بيذاكر وهو مبسوط. والنهاردة بيقولك: أنا كنت فاكر إن الثانوية نهاية العالم، بس الحقيقة كانت أول مرة أعرف أنا مين. لو أنت أو أنتي زي كريم حاسس إنك ضايع، فاشل، لوحدك، اعرف إنك مش لوحدك، واللي حصل معاه ممكن يحصل معاك. ابدأ من دلوقتي، حتى لو بشوية مذاكرة بسيطة، واوعى تقلل من نفسك، لأن ربنا شايف تعبك. لو القصة دي لمستك، شاركها مع صاحبك اللي محتاج يسمع الكلام ده، وسيب لنا في التعليقات إيه الجملة اللي خليتك تقوم تذاكر.